السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. احنا دلوقتي في موسم البلح، فان شاء الله هنخزنه مع بعض بكذا طريقة، وهنخزن كذا نوع من انواع البلح. فان شاء الله اتمنى قبل ما نبتدي، لو اول مرة تشوفي القناة، اتمنى تشتركي في القناة وتضغطي لايك للفيديو وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفة انزلها. ويا ريت لو شايفة ان المحتوى عندي مفيد وتستفادي منه على طول، يلا اشتركي في القناة علشان القناة تكبر بيكم ان شاء الله. ويلا بينا نشوف نوع البلح ده النهاردة وهنخزنه ازاي. البلح ده بيطلق عليه اسم امهات، احنا هنا في مصر بنقول عليه بلح امهات. تمام، بيكون لونه وشكله بالشكل ده، بخلاف في انواع تانية كتير من البلح. في بلح مصري وفي بلح سيوي، كذا نوع من انواع البلح كتيرة خالص بيكون ده شكله. فطبعا انا هعمل ايه النهارده؟ طبعا ده بقى بخلاف السيوي احنا بنسلقه في ميه لما نيجي نخزنه، وله برضو كذا طريقه. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هنقض اللي هو بيكون اصفر مستويه كله مع بعضيه، واللي لونها اصفر وتكون ناشفه ده لوحدي، واللي لونها اصفر وبتكون ناشفه دي بتكون البلح لسه ما استواش، وبنقول عليه هنا بالبلدي كده بنقول عليه بلح خشور. خشور يعني هو لسه اصفر وبقى طعمه حلو وكل حاجه في الاكل، بس بيشرق شويه. فلما نشيلهم كلهم مع بعض كده في كيس واحد في الفريزر، فنيجي نطلعهم بعد كده بتلاقي ان هو استوى وبيكون طعمه حلو. فطبعا انا هشيل كل اللي لونها ذهبي او مستوية مع بعض، واللي هي الصفرة اللي احنا بنقول عليها خشور ده مع بعض. وطبعا المستوي هنا خالص ده برضو بنخليه لوحده، بس ده ما ينفعش ان احنا نعينه في الفريزر لان هو بيكون مستوي، فلو حطيتيه هتطلعيه هتلاقيه معجن. فهنا حتة مهمة، ان انت لو البلح ده مش عندكم او لو مش جايلك زيارة وانت بقى حبيتي تشتريه من السوق، فيفضل ان انت تشتريه من الناس الفلاحين اللي بيكونوا قاعدين، لان دول بيروحوا ياخدوه هز من الناس في الغيطان، فبيبقى بكده هو مضمون. بخلاف التجار بياخدوا البلح اللي هو الخشور بقى وبيحطوا عليه خل، لونه بقى بيبقى زي لون البلحة الطيبة، فتاخديه بقى على انه حلو كله لون واحد، وتجي بقى تفاجئي تاني يوم او لما تركنيه طول النهار في المطبخ او في التلاجة بتلاقيه حمض وعمل ريحة مش حلوة ولونه بيغمق كده، وبيبقى اصلا مجلد وطعمه مش حلو. تمام، فان شاء الله ناخد بالنا من حته زي دي لما تيجي تشتريه من البياعين، تشمي كده البلح علشان هتلاحظي ريحه الخل بتكون موجوده فيه. ما تاخديش بالشكل، تاخدي بقى من الناس الفلاحين، دي بتبقى حاجه موثوقه وحاجه مضمونه. انا هنا بعمل ايه؟ انا هنا بنقض اللي هي بتكون مستويه زي ما قلت لكم، دي ما ينفعش ان احنا نعينها في الفريزر، فانا هركنها بقى كده في التلاجة العيال ياكلوا منها الاول، وبعدين بقى حتى لو جايلك زياره او جبت كميه كبيره مثلا زي اللي قدامك دي او اكتر منها، فيفضل ان انت تعينيه في الفريزر، علشان لو سبتيه كده على الرخامة او سبتيه في التلاجة هيستوي معاكي كله مع بعضه. هبص تلاقيك ان انتوا اصلا ايه مش قادرين تاكلوه، فهتضطري ان انت ترميه. بوريك اللي زي دي بتكون بايظة او بتكون مكشكشة شوية او لونها فيها خضار كده، ده كده بنرميها لان هي بتبقى مش حلوة في الاكل. تمام، فان شاء الله اضمن طريقه ان انت لو عندك كميه او شاريه كميه، فيفضل ان انت تعينيها في الفريزر، ده بتكون امن طريقه واضمن طريقه، علشان لو سبتيه كده على الرخامه هيستوي كله مره واحده، فبالتالي محدش هيقدر ياكل كل شويه بلح. وافضل وقت ان احنا نشتريه كده في اول السنه، علشان كمان يعني اسبوعين كده بتبص تلاقي البلح استوى خالص على النخل، وبتلاقي ان هي لونه غمق، وطبعا ده ما بيشتلش. انما الحبه دول بقى لما هنشيلهم، الخشور ده او الاصفر ده هيقعد معاكي فترة في الفريزر، فبجد لما تيجوا تخرجوه بقى بعد فترة هيبقى نفسكوا في البلح اصلا، وبيبقى طعمه حلو وجدا، وكمان بيبقى طعمه معسل. فان شاء الله نجيب ونخزنه برضو، بتبقى حاجة حلوة وحاجة مفيدة للعيال وحاجة صحية كلها حديد وكلها فيتامينات. فان شاء الله نجيب ونخزن البلح الامهات في الفريزر بالطريقة دي. وكمان حلو بقى ان احنا نعينه في الفريزر لو صابحين الصبح مش قادرين ناكل، كل يوم خناق على الفطار فول وطعمية وجبنة وكل الكلام بتاع الفطار ده كل يوم، فتكوني مرتبة في دماغك بقى ان انتي هتصحي بدري وهتعملي بقى الاكل بعد الظهر على طول، هيصير معاكم فطار وغدا. فبتطلعي بقى كيس بلح يفك يفطروا منه بقى، كل واحد ياخد بلحتين بس كده، احنا مش هناكل ونشبع، احنا ناكل بس كده حاجة وخلاص،
وبعدين هتجهزي بقى الغدا بتاعك، سواء هتطبخي او هتعملي سمك او هتعملي كشري او هتعملي عدس، العمايل كتير وكل يوم ما بيخلصش. فان شاء الله نمشي نفسنا باي حاجه. وده كده اللي هو بايظ بتلاقيها حمضانه، واللي تلاقيها مكشكشه كده، واللي تلاقيها فيها حته خضراء ده بيكون طعمها حلو. بنقول عليه هنا برضو بلح رخص رخص، يعني لسه ما استواش وطعمه بيكون مش حلو، فبنضطر ان احنا نرميه. الحبه اللي في الطبق بقى دول اللي هم مستويين هعينهم في التلاجة علشان العيال ياكلوا منهم. طبعا احنا نهتم ان احنا نفرطه كده في الكيس علشان لما تيجي تطلعيه من التلاجة يفك معاكي بسرعة وما ياخدش وقت. وطبعا لو عندك الفريزر ادراج هتحطيه كده مفرفط فوق بعضيه زي ما انا عامله الاكياس. ولو عندك الفريزر صندوق هتضطري بقى ان انت تجيبي سله او علبه ترصي كده فوق بعضيه، علشان لو حطيتيه كده فوق بعضيه هيبقى مكبب في قلب بعضيه وهيبقى مش سهل ان هو يفك معاك على طول. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.